السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسيل وسينات. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللي عايز مشاهدات يتفرج على أسيل وسينات ودوسوا لايك وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة. يا ريت لو الفيديو عجبكم تبعتوا له أصدقائكم شاركوا في الخير واعملوا لايك واعملوا شير. يلا هنقولوا بقى في نعمة ما تحسهاش، في نعمة ما تحسهاش، في نعمة ما تحسهاش، اتولدت بيها ما تضيعهاش، وحياتك ما تحلاش الا بيها، ولو ضاعت منك تخسر الدنيا واللي فيها. عارف أحلى حاجة فيها مش هتدخل الجنة الا بيها، وإن ذكر المولى محلي وشهادة إنه رسول الله تحلي معاني. أنت ليك أركان اثبت عليه واقضي كل ركن، فيها أقم صلاتك وآتي زكاتك وصوم رمضانك واختم حياتك بزيارة الحبيب. مش هتخش الجنة الا بيها، والجنة مش ببلاش. لو عايز الجنة اعمل ليها وابني لنفسك فيها، جسور لذكر الله ولو خايف من النار اهرب منها واعمل اللي يرضي الله. نعمة الإسلام. مش ببلاش، في ناس ضاحت عشانها سابت بيوتها وأوطانها وجهدت في سبيل الله، واحنا عالجاهز خدناها يا رب نعرف معناها نعمة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. طيب هنسمع بقى الحاج صلاح النهارده وهو بيقول لنا حكم السارق والسارقة اللي ربنا انزله في القرآن الكريم واللي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هنسمع الأمور ديت من الحاج صلاح، وتفضل يا ابو الحاج صلاح بين لنا اللي انت بتقول عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السارق والسرقة. السارق يسرق السرقة. السارق يسرق السرقة بطرق خفية، ولما كانت السرقة كبيرة من الكبائر وتضر بالمجتمعات شدد الله عليها في كتابه فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية رقم كام يا حاج صلاح؟ الآية رقم 38 في سورة المائدة. 38 في سورة المائدة. أي. يقول فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي: بعد فقهاء الأندلس أجازوا إقامة الحد على مانع الزكاة الشرعية. أي بعد فقهاء الأندلس أجاز إقامة الحد على مانع الزكاة الشرعية. أي. ومانع الزكاة الشرعية هو والسارق يستويان في العقوبة. أي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله عزيز حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: تقطع يد السارق في 3 دراهم أو ربع دينار. وكان الربع دينار بيتساوى مع 3 دراهم. ويقول الله في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كانت حلقتنا تدور اليوم حول السارق ومانع الزكاة الشرعية وآكل أموال الناس بالباطل. جزاك الله. وهذه الأمور الثلاثة لا يقبلها الشرع الإسلامي بأي حال من الأحوال. جزاك الله كل خير يا حاج صلاح، والله على تبيينك لنا وعلى بساطتك ديت وعلى انك راجل بسم الله ما شاء الله يعني مجتهد وبتقرأ من نفسك كده وبتجيب حاجات مهمة وتقتطفها لنا
عشان تبينها للناس، وكأنك سبحان الله وتعالى عالم كبير. الحمد لله. احنا بنختم معاكم الفيديو النهارده وبنقول شجعوا الحاج صلاح بلايك، والله العظيم بيفيدنا احسن من اي حد تاني. يعني سبحان الله، يعني ده لو كان متعلم كان عمل حاجات كتير. والله شجعوا الحاج صلاح بلايك، وشاركوا في القناه وشاركوا في الخير واعملوا لايك وشير. وهنقولوا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وانتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.